بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم. أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من أحوال بلدنا، أنا جاي أتكلم عن كاركترين اتنين أو شخصيتين حلوين قوي ظهروا على الساحة الفترة اللي فاتت، ألا وهما سيدة أو مذيعة دورها إنها بتقوي الستات على الرجالة، واحدة تانية طالعة تحنن الستات على الرجالة. وإيه الحكاية بالظبط؟ نفسي أفهم أنتوا حكايتكم إيه بالظبط؟ أنتوا عاوزين إيه من الناس؟ عاوزين ايه من الناس؟ سيبوا الستات في حالها والرجاله في حالها. لو واحده تطلع تقول جوزك لو عمل اعملي له واديله وتصور على دماغه، ولا واحده تقول لك النبي قول له يا سي احمد يا سي محمد الفرعون الصغير. هو في ايه؟ سيبوا الناس تعيش. ما خربش بيوت الناس وتسبب في زياده نسبه الطلاق الا الاعلام. اللي تطلع تقول لك لو اعملي بلوك 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 تك 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 ايه؟ واحدة تانية سي أحمد شيلوا تراب جزمته اعملي له. هو في إيه بالظبط؟ هو ده ينفع؟ سيبوا الناس تعيش، سيبوا كل ست تكيف بيتها بطريقتها وكل راجل يمشي بيته بطريقته. لا تتدخلوا في حياة حد ولكم دعوة. أنتوا بتقدموا نصايح إيه؟ يعني معلش اللي بتوصي الستات على الرجالة ديت، أنت إيه اللي بتقدميه؟ إيه المحتوى اللي أنا بشوفه أصلا؟ أنا أصلا انا بقرا بس مجرد اللي انت بتقوليه. سي احمد وسي محمد وتراب جزمته، ومحدش حاجه اسمها تراب جزمه حد فوق دماغ حد. مفيش تراب جزمه حد، كل واحد له دوره بيأديه في حياته في بيته وفي ولاده. مفيش حد له فضل على التاني، مفيش حد له فضل على التاني، الفضل لله فوق كل شيء. لكن عمالين تقوموا الرجاله على الستات والستات على الرجاله. واحده تقول للرجاله اضربوا الستات تدوسوا على الرجاله، والتانيه خليكي حنينه اعملي سوي. ايه يا جدعان؟ كتير قوي اللي بيحصل. نسبه الطلاق زادت في مصر، العنوسه زادت، الحزن زاد في البلد بسبب كنتم. سيبوا الناس في حالها، ارحموا الشعب، ارحموا دماغنا، فكونا شويه. هو انتوا حكايتكم ايه؟ انتوا متأجرين علينا؟ انتوا متسلطين؟ ولا انتوا عشان تعملوا مشاهدات وخلاص؟ اللي في صف سي محمد وسي احمد، مشاهدات الرجاله كلها بيحبوها رجاله. اصل بتقول لها اعملي كذا، والثانيه قومي عليه وادوا فوق دماغه. لا تدوا فوق دماغه ولا تتدخلوا في حياه الناس الشخصيه. كل واحد النهارده بقى بتسمع مذيعه معينه وتمشي وراه وتنفذ كلامها تبكي. كل بيت له ظروفه وله حيثياته وله اكله، وكل واحد عارف ظروف جوزها هتمشي معاه ازاي، وكل راجل عارف مراته هتمشي معاها ازاي. ما تتدخلوش في شؤون حد، لا تنصحي ولا تتنصحي. كفايه كفايه كفايه. سيبوا الناس في حالها. لا احنا محتاجين واحده تحنن قلب الستات على الرجاله، ولا واحده تقول لهم ادوهم بالجزم. مش عايزين الحوارات دي كلها. يا تقدموا محتوى هادف الناس تستفيد منه، يا ما تقدموش خالص. دي وجهه نظري. لان اللي بيحصل في الساحه حاليا انا من شايف ان هو معلش انتوا هدفكم كله مادي مشاهدات، عشان يتنوا البرنامج بتاعها شغال، فالتانية هتدب وتخبط في الناس. دي في اتجاهها ودي في اتجاهها، وحوارات. احنا بقينا بعيد كل البعد عن المجتمع الخارجي. احنا بس كل اخرنا ان احنا محمد يتقال له سي محمد سي احمد تراب جزمتك فوق الدماغ. لا والله بدل ما هو كده خالص، ولا الحياه بقت كده. ارحموا عشان ربنا يرحمكم. هيرحمكم ازاي وانتوا في وسطنا؟ لا انتوا حاسين بالناس ولا حاسين بحد، وعمالين ترزعوا في الخلق وخلاص. كان معكم ابراهيم عيسى في احوال بلدنا.